هل من المنطقي ان انا اكون لسه متعلم بروجرامنج من شهر او اتنين او تلاتة واقول لك انا محتاج اشتغل فريلانس؟ منطقي، ولكن تكون خلصت او يكون عندك فاندامنتالز كويس جدا، يكون معاك فريم وورك انت قوي فيه. مثلا نفترض لو احنا بنتكلم على اندرويد نيتف او فلاتر، هل الكلام اللي انا بقوله ان حضرتك تشتغل فريلانس يعني تبقى فريلانسر، هل معنى كده ان حضرتك تروح لكلاينت تعمل له فول سوفت وير، تعمل له ابلكيشن بالكامل؟ لا طبعا، مش منطقي. يعني اكيد مش هتعمل ده، هتظلم نفسك وتظلم العميل. امال انت بتقول تشتغل فريلانس ازاي يا هندسه؟ على مواقع الفريلانسنج، يعني مثلا فريلانس، اب وورك، خمسات، مستقل، كل دي منصات فريلانس. طب هشتغل فيها ايه؟ هجيب عميل بالكامل اعمل له فول سيستم او سوفت وير كامل؟ لا طبعا، انت هتشتغل على تاسك معينه. مثلا بنعمل يو اي لابلكيشن، يبقى انا هاخد مثلا جزء اليو اي ده بنبني سكرينه معينه بير تاسك، يعني هتكون يعني حلقه صغيره في سيستم كبير بيتبنى. مش هتروح لكلاينت تقول له انا هبني لك السيستم، اكيد مش تعمل كده. انت هتشتغل فريلانس بير تاسك على خمسات بقى، مستقل، اب وورك، فريلانس، ايا كان. كل دي مواقع للفريلانس، وبالتوفيق يا صديقي.